يروى أنه كان هناك ملك يكره النقاش ويحب الطاعة العمياء، وكان إذا اعترض أحد على قراراته قال له: حتى البغال في إسطبلي تفهم أكثر منك. وذات يوم أصدر الملك مرسوما عجيبا: كل من يدخل المدينة يجب أن يركب بغلا، وإلا فهو مجنون أو متمرد. تعجب الناس ولكنهم أذعنوا، صاروا يركبون البغال كل صباح، حتى الفقراء، حتى الأطفال، حتى المرضى. امتلأت الشوارع بالبغال، وكثرت الروائح، وتعطلت الساحات، ولكن لا أحد تجرأ أن يعترض. وبعد أشهر بدأ الناس ينسون السبب، صاروا يركبون البغال حتى داخل بيوتهم ويقولون: ركوب البغل هيبة، من لا يركبه يحتقر. حتى أن رجلا مسكينا أراد أن يبيع بغلا ليطعم أولاده، فرموه بالحجارة واتهموه بخيانة العرف الملكي. ووسط هذا الجنون جاء غريب ليدخل المدينة، فرفض ركوب البغل وقال: أنا أمشي على قدمي، لا أحتاج بغلا لأكون إنسانا. فأمسك به الحراس وساقوه إلى الملك. سأله الملك: لم رفضت ركوب البغل؟ فقال الرجل بهدوء: سأركبه فقط حين أرى جلالة الملك راكبا بغلا مثل شعبه. تبسم الملك ثم أشار بيده: خذوه إلى الإسطبل ليجلد ويعلق عبرة. وأخذ الرجل، لكن في ممر القصر التفت فجأة وصاح بصوت عال: أيها الناس، افتحوا أعينكم، أنتم لا تركبون البغال، أنتم صرتم البغال. ساد الصمت، وفجأة بدأ أحد الحاضرين يضحك، ثم آخر، ثم ثالث، حتى الملك نفسه ضحك وقال: لقد قال الحقيقة. ثم خلع تاجه وخرج من القصر وركب بغلا. سأله الجميع بدهشة: مولاي، لماذا تركت عرشك؟ فرد بابتسامة: لأني اكتشفت أن من يحكم البغال لا بد أن يكون واحدا منهم.